الو. ايوه. صباح الخير. صباح النور. دوام لله. ان الله وانا اليه راجعون. نتعرف عليه. معاك المهندس علاء بيومي من مطار القاهره. اتفضل يا باشمهندس. واحنا كان جدي المرحوم حميد زكي كان ممثل كبير الله يرحمه، والدي الله يرحمه فاتلة بتاعت على قلبك زمان طبعا. حضرتك من عائله فنيه. الله يخليك يا ستي. وانا طبعا من عشاق احمد زكي، قابلته مره في حياتي في كان بيعمل فيلم حب في مدرجات مع سعاد حسني الله يرحمها في نادي الزمالك. ايوه. وطبعا انا ما نمتش طبعا طول الليل ومنتظر لسه ان انا حتى خدت اجازه النهارده من المطار عشان انزل اروح اعزي فيه الجنازه ان شاء الله. ان شاء الله. وفي 5:30 صباحا النهارده كتبت كلمتين بس كده على احمد زكي حابب استقبلهم. يا ريت نسمعهم من حضرتك. اتفضل. انا مسميها وداعا ايها البطل الحاضر احمد زكي. يدور بنا الزمن من حولنا ونحن عنه في غفله مكبلون، حتى مشاعر الفن أظلمت دربنا بلا وعي سائرون، وقد سوف وجداننا فكنت أنت فارسنا بجواد سلجه غير مأمون، وعبرت من عواطفنا جياشة بلا خوف وبثقة دفنها الإله فيك بهمة بها مفتون. نشأتك يا أسمر فتحت مجالا اعتركته بمهارة الواثق وتحد غير محقون، ولعبت أدوارا ستبقى في وجداننا مهما حيينا ترسخ متأكد لآلاف السنين، وكالفراعنة في خلودهم استحديت العالم بأعمال يقوم بها فقط المصري المطحون. أيعقل أن تكون حليم وناصر وسادات في الوقت نفسه نظر فيه الوفاء لشخوص مقهور، فكنت خير السادات في عزه مناظر حتى النخاع، وكنت أيضا ناصر في تحديه العدو أكبر من القاعد. أما حليم وأنت في فراش نهايتك وحرصك على كلمة قلتها وإليك تنزف دما، قمت بجلسات الله أعلم بعددها ونزلت أكثر ألما وحبا في شخص سبق للعالم الآخر بحرص الإنسان المجد المثابر المدوار. يا أحمد أنت ذكي حظيت بحب الناس فكنت بطلا حتى نهاية المشوار، واستظل في وجداننا مهما حيينا بتربع الواثق المغوار، ولن يدانيك إنسانا فيما عملته بحوار لن ينقطع يا مجد يا مجد. شعرنا بك يرحمك الله برحمته ويجزيك على عزمك وجدك، وليغفر لك الله ويصبرنا على اللقاء المنتظر. استاذ علاء، طبعا مشاعر جياشة بقلم مواطن مصري عبر بيها. انا هختار بقى حضرتك، انت كده اخترت اسم البطل الحاضر. يعني اللقب. لا انا مسميه حاجه ثانيه بقى. انا دي بس اسم القصيده يعني. انما انا بسميه جذور المصري الاصيل. جذور المصري الاصيل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. مع السلامه. الله يسلمك. لحياة الشعوب ايام خالده تستوحي منها العبر وتظل على الدوام مثل العقد الريوني والاحصائيات المطلوبه. مش اخبار من المخابرات لسه كلمهم في مصر استعجلوا بالوقت. ذكرى القضاء على الطاغيه وبدايه مرحله جديده في تاريخ شعبنا المجيد.